فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. أسعد الله صباحكم. الركراكي يوضح خطته لدمج حمزة إيجمان مع الأسود. يعيش حمزة إيجمان المتنقل حديثا إلى نادي ليل الفرنسي فترة مميزة بعدما وقع على هدفه الثاني مع المنتخب الوطني في 3 مباريات فقط، مرتين احتياطي إثر تسجيله أمام النيجر، وبذلك يفرض نفسه كخيار جدي في خط الهجوم بجانب نصيري وأيوب الكعبي. وعقب المباراة أشاد وليد الركراكي بتطور مهاجمه، معتبرا أن إشراكه سيتم بشكل مدروس. اليوم أكد حمزة إيجمان مجددا موهبته عندما نمنحه الثقة يرد على أرضية الملعب. نعمل على تعزيز ثقته تدريجيا كما نفعل مع جميع اللاعبين، لأن قميص المنتخب الوطني له قيمته الخاصة. هذه الاستراتيجية التي يقودها الناخب الوطني تقوم على منح اللاعب الوقت الكافي بشكل تدريجي للانسجام مع المجموعة في وقت يطالب فيه جزء من الجماهير بمنحه مكانة أكبر. بعد بروز اللافت مع ليل، حيث وقع هدفين في أول مباراة رسمية له قبل التوقف الدولي. إيجمان الذي غادر الجيش الملكي الصيف الماضي إلى اسكتلندا يظهر قدرة واضحة على التدرج السريع وفرض شخصيته داخل الملعب، بعدما سجل 4 أهداف خلال 10 أيام فقط بين المنتخب والنادي. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.